زميلتي وقعت في الزنا من 10 سنين، لكنها ندمانة أشد الندم ورجعت إلى الله، لكنها مش عارفة هو ربنا كده ممكن يقبل توبتها. نرد من القرآن. واحد راح لسيدنا محمد قال أنا وقعت في الزنا والشرك والكبائر، أعمل إيه؟ نزل القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الناس اللي بتشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، اللي بيقتل، ولا يزنون، الزاني. شوف الثلاث كبائر دول. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، سيئات مضاعفة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، بطل وآمن، اعترف وعمل عملا صالحا، حياته اتغيرت، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالزنا اللي وقعت فيه زميلتك من 10 سنين ببركة توبتها ورحمة الله قبل كل شيء اتبدل حسنات إن شاء الله، والله أعلم.